السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهاردة هعمل معاكم كحك العيد على السخن بالسمنة المقدوحة اللي ريحته بتملى البيت كله، اللي بيفكرنا بأيام زمان الجميلة اللي كلها ذكريات حلوة، وحبايبنا الغاليين اللي رحلوا وسابونا، ربنا يرحمهم ويرحم أمواتنا أجمعين. بطريقة سهلة ومقادير مظبوطة، ناعم وجميل وبكل التفاصيل. المقادير هقولها وانا بشتغل وهكتبها لكم في صندوق الوصف. اول حاجة هعمل اختبار للخميرة عشان اشوف الخميرة نشطة ولا لا. لو مش نشطة غيرها. هجيب ربع كوباية مية دافية، احط لهم 3 معالق سكر عادي، واضيف معلقة كبيرة مش مليانة خميرة فورية، واقلبهم كويس. واغطي الكوباية واركنها على جنب. بعد كده بقى نشوف مقادير السمنة. انا عايزة نص كيلو سمنة او كوبايتين ونص سمنة، وانا هنا خلطت السمنة. جبت كوباية سمنة بلدي وكوباية ونص سمنة من العادية، سمنة جنة او اي نوع سمنة تاني. او لو عايزة تحطي السمنة نوع واحد وما تخلطهاش بينفع، وحطي الموجود. بعد كده هحط السمنة دي، والسمنة وانا بعبيها تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان اعرف اعبيها في كوبايات. بعد كده احطها في الحلة. ارفعها بقى على نار، احطها على البوتاجاز واحطها على نار متوسطة، ما تكونش عالية عشان اقدحها. هنا انا جبت طاسة عشان احمر فيها السمسم. هحط سمنة من السمنة الموجودة في الحلة، واضيف 3 معالق كبار سمسم ابيض، او لو عندك سمسم محمص يبقى هتستغني عن الخطوة دي. واضيف 3 معالق سمسم محمص على الدقيق على طول. بس تحمير السمسم في السمنة بيبقى احسن، ومحمرش السمسم جامد، يدوب يصفر بس. وبعد ما احمره ما سيبهوش بقى في السمنة، لا هضيفه على الدقيق على طول، عشان لما بسيبه في السمنة السخنة هيغمق. هنا انا جايبه كيلو دقيق التقوى جميع الاغراض، او اي نوع تاني مكتوب عليه جميع الاغراض. هنا انا بنخله. هحط عليه ربع كوبايه ملح وكيس فانيليا او معلقه صغيره ريحه كحك، الموجود حطي. انا حطيت فانيليا. بعد كده هجيب السمسم اللي انا حمرته احطه على الدقيق واقلبه بقى كويس قبل ما احط السمنه المقدوحه. هنا بقى السمنه كانت اتقدحت واحطها، وشفتوا انتوا الفوران اللي حصل ده كده، يعني السمنه اتقدحت كويس. قاعده اقلب فيها بقى، وعمليه التقليب دي هي عمليه البس. هنا هنقلها، هقسمها عشان تبرد كويس، وافضل بقى اقلب فيها عشان ابسها كويس.
هنا كانت بردت خلاص ورجعتها تاني في طبق العجن واقلبها شوية. هبدأ بقى احط الخميرة. هنا طبعا الخميرة تفاعلت، ومعنى كده ان الخميرة دي نوعها حلو. حطيت الخميرة واقلبها بقى لغاية لما الخميرة تختفي في العجينة. بعد كده بقى احط اللبن، كوباية لبن او كوباية مية برضو الموجود اشتغلي بيه. احط نصها واعجنها كده، اقلبها، يعني انا مش بعجن، اقلبها وبعدين اختبرها. لو شققت معايا احط تاني لغاية العجينة ما تتظبط معايا واحس انها خدت السوائل الكافية بتاعتها. هنا بقى خدت كوباية اللبن كلها. اقلبها بقى لغاية لما اللبن يشرب، العجينة تشرب اللبن. وهنا انا برضو بعمل لها اختبار، طلعت كويسة. اخد بقى قطعة كده عشان ايه، اشكلها. اجيب بقى قالب، اجيب بصامة، منقاش، اي حاجة. انا هنا كنت بدور على القالب. هنا جبت قالب اهو وحطيتها فيه اهي. وفي كمان بصامة اهي، منقاش بقى، اي حاجة الموجود اعملي بيه. هنا هغطي العجينة واسيبها تستريح على بال ما اعمل الحشوة. الحشوة هنا نص كيلو ملبن، وقطعته قطع صغيرة، حطيت عليه معلقتين سمنة سايحة باردة، وحطيت كيس فانيليا وشوية سوداني مجروشين، او لو في مكسرات حطي، وعجنهم بقى مع بعض. بعد كده بقى اكوره كور صغيرة في حجم البلية كده. هنا بقى انا جبت الصاج وهبدأ بقى ايه. انا هنا عملت شوية ملبن وهبقى اكمل بعدين. خدت قطعة عجينة وحشيتها بالملبن وحطيتها في القالب، وبعدين حطيتها في الصاج اهي. اعمل لها كده مكان واحطها، وبعدين احطها في القالب وارصها في الصاج، احشيها يعني. وهنا بقى هعمل بالبصامة برضه، هاخد حتة عجينة واحشيها واحطها وهي مدورة كده، وبعدين ادوس عليها بالبصامة تديني الشكل على طول. عايزاكوا بقى تذكروا الله وتصلوا على النبي، واللي مشتركش في القناة يشترك ليصلكم كل جديد، وادعموني بلايك. بس كده. كده بقى انا عملت اهو العجينة كلها بالقالب. التسوية بقى قبل ما احط الكحك اسخن الفرن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة متوسطة، واحط الصاجات او الصواني على الشبكة اللي في النص، وافتح البوتاجاز من تحت بس. اول ما ياخد لون من تحت افتح له الشواية على خفيف يديني لون ايه للكحك من فوق. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وادعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.